السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهد والمستمع. ده ماتش بورتو وانتر ميامي. ان شاء الله بورتو اللي هتواجه الاهلي باذن الله بكره بعد منتصف الليل الساعة 4 الفجر صباحية التلات باذن الله. وبداية الماتش كانت سخنة جدا طبعا. بورتو يعني كان لها ضربة جزاء واتحسب ضربة جزاء وسددها المهاجم وجابها. المهاجم ده جامد جدا، يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ايا كان المدافع اللي هيكون موجود، ياسر وبيكهام او ياسر ودان، ما اعتقدش ان ده هيلعب، يعني اعتقد إن بنسبة 90% من وجهة نظر بيكهام اللي هيلعب. اتمنى ما نديش فرصة للمهاجم ده، إنه مهاجم قوي جدا يعني. فبعدين انتر ميامي بقى على طول ضغط عالي جدا جدا، فرص ضايعة كتير، كور من هنا على كور من هنا، واحدة من هنا على واحدة من هنا. لكن انتر ميامي كان مستحوذ على الماتش بنسبة 90%، يعني كور كتير ضيعوا، كور كتير جدا جدا في الشوط الأول وفي الشوط التاني، وجابوا جونين في الشوط التاني. فاحنا ضيعنا مننا، يعني كنا زماننا دلوقتي لو كنا كسبنا انتر ميامي كنا زماننا عندنا 3 نقط مستريحين. تعادلنا الماتش الجاي او كسبنا كنا يلا الحمد لله رب العالمين يعني. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا عزيزي المشاهد، قدر الله ما شاء فعل. لكن أهم حاجة احنا مش طالبين من اللعيبة بتاعت الأهلي إن هي تلعب بشخصية الأهلي، تلعب بروح الأهلي. يعني اللعيبة تحسسنا فعلا إنها عايزة تكسب، مش اللي حصل في ماتش بالميراس وانتر ميامي دي يا جماعة كان عبث. نتفرج على ماتش كورة أيا كان نتيجة انتر ميامي وبالميراس، احنا ملناش دعوة، احنا عايزين نكسب، نجيب جون 2 3 4 ان شاء الله باذن الله. احنا قادرين ان احنا نكسب بورتو يا جماعه. يعني الماتش مع بالميراس ما كانتش هي يعني، وكانت بالميراس مقطعوها حرفيا. ماتشها مع انتر ميامي نفس الوضع، فانا اتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه ونكسبهم، وان شاء الله يعني خير، يعني ربنا يكرمنا ونكسب ونصعد. طيب، خش على الشوط التاني على طول. ده جون الهدف الاول، هدف التعادل لانتر ميامي، جون حلو جدا يعني. بص يا جماعه، عشان الاهلي يفكر عندهم برضو بص عرضيه من العمق، ان احنا نستغل العرضيات. بص، يعني لاعبين، 2 لعيبه في منطقه ال 18 وسط 8 لعيبه من لعيبه بورتو، انت متخيل؟ ومع ذلك المهاجم خد الكرة وشاطها وجابها جون. يعني اتمنى ان الاهلي فعلا يخلص ويستغل الفرص دي. هي الكرة عبارة عن فرصة لازم تستغلها، فرصة ما بتجيلكش كل مرة، يعني هي فرصة بتيجي مرة واحدة بس، لو ما استغلتهاش صح خلاص هتضيع من ايدينا يعني حاجات كتير. فيعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الاهلي كده وان شاء الله يكسب. يعني جون حلو جدا، وكمان الفاول بتاع ميسي الجون التاني كان جون عظيم جدا يعني. فهم مش اقوى حاجه يعني. اي نعم، بورتو فرقه اوروبيه. ده الهدف التاني بتاع ميسي، كنا عالمي يعني يا جماعه. ميسي من افضل، يعني يكاد ان يكون الافضل من وجهه نظر، يعني افضل لاعب في العالم. طبعا كريستيانو وميسي ما بحبش المقارنه بينهم، يعني خلينا نستمتع بيهم يعني، سواء وهم زمان ولا خلاص هم بيعجزوا وما بقوش زي الاول. فلا يا جماعه، احنا الحمد لله يعني عاصرنا جيل، زي يعني عاصرنا 2 من افضل لعيبه العالم على الاطلاق، لو ما كانوش هم افضل 2 لعيبه في العالم يعني. كنت بحب رونالدينهو جدا والظاهره، بس يعني دول في حته تاني يعني. فنتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للاهلي، نتمنى للاهلي يلعب على نقطه ضعف بورتو، وإن شاء الله بإذن الله ربنا ينصرنا. وما تنساش تصلي على حضرة النبي، وما تنساش تدعو لأخواتنا في فلسطين، واعمل لايك واشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.